لو ظهرت عليك العلامات دي او لو انت بتعمل الحاجات دي اعرف ان عندك مرض التعلق بشخص. فشوف الفيديو عشان لو طلع عندك مرض التعلق بشخص ازاي تتعافى منه وتتخلص منه. اول حاجه انك انت دايما شاغل دماغك بالتفكير في الشخص ده، بتقعد تفكر كتير قوي يعني في الشخص ده، فطبيعي عقلك هيترجم انك انت متعلق بالشخص ده، فيبتدي طبيعي يحط كل التركيز على التفكير في الشخص ده. تاني حاجه انك انت كده بتحس انك انت ما عندكش طاقه على انك انت تعمل اي حاجه، ودايما كده كسلان انك انت تعمل اي حاجه، وده لانك انت من كتر التفكير في الشخص ده فطبيعي عقلك كده بيبتدي يخلص كل الطاقه اللي عندك وبيستنزفها وبيخلصها. اما بقى تالت حاجه انت ممكن تعمل اي حاجه حتى لو كانت الحاجه دي ما تلاقيش بيك او تقل منك لاجل بس انك انت توصل للشخص ده او تشوف الشخص ده. ده كمان انك انت ممكن تكون ما عندكش مشكله خالص انك انت تاذي نفسك وتاذي نفسيتك لاجل بس الشخص ده. طب حاجه ودي انت كده كده بتعملها انك انت بتدخل عنده على السوشيال ميديا كتير، بيكون كده عندك فضول